السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما راكم تشوفوا معايا الوصفة تاعنا اليوم تاع طاجين بيض الدجاج والبطاطا. نبداو على بركة الله. يعني هذه جبت لكم فكرة فقط، لأنهم كاينين ناس بزاف يبعدوا شوية على بيض الدجاج، بصح صدقوني راهو صحي بزاف. لهنا كما راكم تشوفوا، استغفر الله سامحوا لي، كما راكم تشوفوا جبت البسينه تاعي تاع الطين، حطيت فيها 2 مغارف تاع زيت فقط، ما حبيتش نكثر. طبعا النار شعلتها ديجا على نار ثليله، خلاص على قد ما نقدروا. ونبداو على بركه الله. حطيت لهنا حكمت 2 ريوس تاع بصله كبار شويه، قطعتهم هكا شرائح كما راكم تشوفوا، ربي يبارك. ونخليهم يتقلاو في عقلهم على نار ثليله. البنات الطين راهو ديما نار ثليله، ما كلاه نقوي ومن بعد كي تطرد كنا الاخرى تاعنا وما كاينه حتى فايده. اللي تكون مزروبه نفس الطريقه يبعد ديرها في الكوكوطه صدقوني نفس الطريقه ديروها في الكوكوطه راح تجي كيف وشي الماء برك اللي ما تكثروش فيها فقط. هذا ما كان الوقت اللي راه هو كي بيض لا اله الا الله محمد رسول الله، البصل تاعي يتقلى. انا كنت كما راكم تشوفون في الجهه اللي من هي كنت ديجا كشرت البيض الدجاج تاعي، درت 4 حبات ربي يبارك، وحطيتهم في شويه تاع ماء ومعاه ملح. انا البسينه اللي حطيتها فيهم، شتو هذيك الكيروانه هذيك اللي وبيا البسينه اللي نشيحوا فيها السلطه، هذيك هي اللي درتها. كي تقلاو لي شويه البصل، حطيت عليها اللحم تاعنا اللي سخفتها واللي شهيتها في الجنة ان شاء الله يا ربي، وسمحوا لي على الطبق هذا، والله سامحوني يا خوتي وخواتاتي. لهنا حطيت استخليتها كي حطيت اللحم تاعي، سامحوني، حطيتها تتقلى ثانتكي. ومن بعد كي حطيت لها الدوابات تاعها، واش درت لها حوالي مغرف تاع ماكله تاع كزبر وحده، نص مغرف تاع ماكله ثوم، 4 مغرف كركم. والملح لهنا طبعا على حسب الذوق، حنا الملح تاعنا ماهوش قاطع بزاف، انا بالي درت حوالي نص مغرف. ومن بعد طبعا الذوق نخليوها تتقلى مليح، ومن بعد ان شاء الله لا كتب ربي ان شاء الله نزيد لها الدجاج. شوفوا خواتي وخواتاتي، مادامكم يعني طيبوا وتدوروا في الدار، حاولوا تذكروا ربي سبحانه، سبحوا، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، حطوا شوية قرآن تسمعوه وراكم تخدموا. يعني منها كما نقولوا احنا، منها حاجة منها حويجة، منها راكم تخدموا في خدمتكم، وفي نفس الوقت تذكروا ربي سبحانه معنا في نفس الوقت. نحاولوا نبتعدوا على الحوايج اللي يضرونا، وعلى الحوايج اللي يجيبونا السيئات، وربي يثبتنا ان شاء الله كل يا ربي، وربي يقتلنا عند الشهاده والعباده ان شاء الله يا ربي. لهنا انا هذا زدت معاه الدجاج، لانه بني ربي يبارك تسمى لازمت له البروتين على بها اللي خلطتهم هكا. وفي نفس الوقت عندي ثاني اللي ياكلوا الدجاج واللي ياكلوا اللحم، عيب ما لا هيا باش كل واحد نعطي له حقه. وكما قلت لكم شهيدكم في الجنه، وسامحوني سامحوني. وتقدروا الطبق هذا بالمناسبه ديروه بلا شي لحم وبلا شي دجاج، درته لهم خطره كمقبله بلا شي لحم بلا شي دجاج. وشي هو فرد حاجه برك، ما كثرتلوش الماء، وزدت له طماطم حب ماشي طماطم بيري، لانه راكم تعودتوا عليا دركا انا الطماطم بيري امتنعت عليها من باتا، تزيد عليها خلاص قطعش فيها نصيد تضر بزاف، باش الواحد ما يكذبش. خليوها لهنا تتقلى مليح راهي قد ما تتقلى. شوفوا هو الفيديو ممكن يكون شويه مزروب، بصح صدقوني تقليه وحدها حكمت لي حوالي ساعه، وانا نقلي ونعاود لانه حبيت الجو تاع الماء ونتاع اسمحوا لي الجو تاع اللحم وتاع الدجاج يتطلق لي، باش نعرف قيس قدش نزيد الماء. ولا هنا الماء مغلي حطيته في الطكوتي، علاوها البنات حطيته بجنب الماء، لانه لو كان ندير الماء هكا بارتو، تقلي هذه كامل اللي قليتها
راح يصمتها لي الماء، لانه ما سخون، تسمى راح ثم يحكم فيهم. بملا نحط التكوتي، نمرقها، بعد نحركها كما راكم تشوفوا. وشوفوا تبان شغل خاثره، وهذا مع انها ما زالت ما طابت، ما دارت والو، غير التقليه تاعها فقط، هذا ما كان. خليتها طابت هكا مليح. وشي عندكم ضقتها، شوفوا كيفاش راني نثبت باللي دوات كامل يهبطوا لي، ما تقعد لي حتى حاجه في المغرف. ذقتها، شفت الملح تاعها اسكو نزيد لها ولا ما نزيد لهاش، لانه انا نحب نذوق مع الاول. لقيتها الحمد لله. راكم تشوفوا فيها، لقيتها الحمد لله. هكا نخليوها طيب في عقلها. البيض النجال تاعي ما على باليش قلتها لكم، لا لا لا، بيض النجال تاعي حطيت فيه الملح وحطيته حطيته، شوفوا، في باسينه، حطيت فوق الصفايه هذيك، شفتوا كيفاش نشف لي الماء، ومن بعد حطيت فوق معاه الملح، ومن بعد حطيتها فوقها حاجه ثقيله فوق الكربايه هذيك. على باش ما يكحليش، راكم تشوفوا فيه، مع انه قاعد صدقوني اكثر من 3 سوايع وهو هكا، لانه خليتها طيب على نار ثقيله خلاص. بعد صفيته من الماء هذاك تاعو بيه بالملح نتاعو، ما حبيتش نشلو من الملح باش ما يبقالناش صامت. وحطيته هكا، خليته هو معاه بدا يهبط شويه. دوك راكم تشوفوا فيه هكا طول طالع، ما يخليوه وحده يبدا، كي يبدا يطيب يبدا يهبط. زدت حركته هكا بالعقل، زدت له حبيبات بطاطا فقط، مش يا ربي لكن حبه كبيره كبيره، يا ربي درت حبه. وهذه النتيجه، معها شويه تاع السلطه وشويه كسره، لا حبيت ندير لكم الكسره. وتاكلوها بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي، وشهيدكم في الجنه ان شاء الله يا رب. السلام عليكم.